كنت جالسا في إحدى المقاهي، وجاءني أحد الأطفال المشردين. لم أكن أعلم هل كان منكسا رأسه خجلا أم ناظرا إلى حذائي. وقال لي بسعر خبزة تقنع الأيتام، خل أصبغ حذائك أهلي جوعانين. هاك فلوس، قلت له ولا تتعب الحال. رد بكبرياء وقال لي شبعانين، وحق أم اللي ماتت نص حروب الجوع، ما ناكل إذا مو إحنا تعبانين. بيت الطين طاح وهسه صار تراب، أكل جلد المطر وانداس بالرجلين. أنا أملك قصر من الجروح كبير يكبر كل دقيقة بعكس بيت الطين. هم تتمنى عندك جدم مثل الناس، نصبغ أحذية وعشنا العمر حافين. حتى المو شريف يصد لي باستحقار، كان هو الشريف وإحنا مو زينين. وإذا مر عيد خدي تبوسه بس لدموع، واحس نفسي غريب ببين المعيدين. العمر رمضان عدنا بس بدون فطور، وعدنا فطور دمع مفطر الخدين. بمدن الألعاب نصبغ من يجينا العيد، على الدولاب عين وعين على الرجلين. جهال الناس صعدوا فوق خد الغين، وردت وي خوتي نصعد ما حصل بالدين. أقنعهم وقلهم إحنا صرنا كبار، وحتى كبار صعدوا أدرى غمض العين. كبيرة القصة كلش وإحنا حيل صغار، وما جيتك أجدي وما ردت لي عين. بس ما قلت لك تدري شو وقت نرتاح، مني قدر الله وما نظل عدلين، مني قدر الله وما نظل عدلين. كل أماني والتوفيق إلى من سيأخذ المركز الأول في العراق. حسن التميمي رمضانهم بدون فطور. جيد. عليه سيد خلاص. جيد. جيد؟ اي. ينافس؟ ينافس. دكتور ميمون. دكتور. والله هذا جيت؟ يعني قصيدة مليئة بالألم، اللي وصل لي اياها نغمته اللي استخدمها، وهذه حسنة بالنسبة لي. أستاذ محمد. هو كتب عن حالة إنسانية رائعة جدا، يعني حس بإحساس فقير. مبروك للشاعر الشاب حسن التميمي لقصيدته الرائعة اللي أعجبت اللجنة، وحمل درع شاعر شباب البصرة. هذه القصيدة اللي أبكت دكتور ميمون وكل الأساتذة. أتمنى التوفيق لشاعر شباب البصرة.